السلام عليكم ورحمة الله. أكد الرئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة تطبيق القانون بكل حزم وعدالة في ظل الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها ضد بعض الشخصيات المعروفة في البلاد، كما أكد على أهمية معالجة القضايا المعلقة وضرورة عدم التسامح مع أي شخص يعتقد أنه فوق القانون. وأضاف الرئيس التونسي أن الشعب التونسي يخوض حربا لتحقيق الحرية والعدالة، وأنه لن يتم التهاون مع أي شخص يحاول التهرب من العقاب بتبريرات غير مقبولة. ودعا سعيد إلى سرعة التحقيق ومعالجة القضايا المعلقة التي تشهدها المحاكم، مشددا على أن الحرية لا تعني الفوضى، وأن القانون يجب أن يطبق على الجميع بغض النظر عن منصبهم أو انتمائهم. وفي الختام دعا رئيس الجمهورية إلى تسليط التتبعات القانونية على كل من يحاول الهروب من العدالة، سواء كانوا داخل البلاد أو في الخارج، وسط تحذير من الأطراف التي تسعى للتلاعب بالشأن العام والتحايل على القانون باستخدام مظاهر الضحية والمظلوم. قررت هيئة الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض مطلب الإفراج عن القيادية بالحزب الحر الدستوري مريم ساسي، وذلك في قضية اتهمت فيها بفسخ بيانات معلوماتية. هذا وقد كشف الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة محمد زيتونة أن قرار النيابة العمومية بالمحكمة المذكورة بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المنتمية للحزب الدستوري الحر مريم ساسي كان بناء على وصول إشعار إلى عميد قضاة التحقيق من قبل الخبير الفني المنتدب، مفاده أن ساسي تعمدت استخراج شريحة ثانية بذات رقم الهاتف الجوال المحجوز على ذمة القضاء لتقوم بمحو جملة من المعطيات المشمولة بسرية البحث، وهو ما يجعلها تحت طائلة الفصل 20 من الباب الثالث للمرسوم 54. وأوضح محمد زيتونة أن الفصل ينص على أنه يعاقب بالسجن مدة 3 أعوام وبخطية قدرها 30,000 دينار على كل من يتعمد بدون وجه حق إعاقة عمل نظام معلومات بإدخال بيانات معلوماتية أو إرسالها أو إلحاق ضرر بها أو تغييرها أو فسخها أو إلغائها أو تدميرها أو باستعمال أي وسيلة إلكترونية أخرى. أكد الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي محمد الصافي أنه تم إلغاء كل الرخص النقابية والتفرغ النقابي، وكشف المتحدث أن سلطة الإشراف أي وزارة التربية رفضت كل الرخص النقابية، كما ترتبت عنه العديد من التداعيات، وأساساً حجز الأجور لعدد من أعضاء مكتب الجامعة العامة، مشيراً إلى حجز أجر أحد الأعضاء لشهر ديسمبر. وتابع محمد الصافي أنه جرت العادة وفق عرف معمول به أن تتمتع هياكل نقابية برخصة نقابية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد في إطار التفرغ النقابي. وبالطبع المتحدث يقصد هنا العرف المعمول به، أنه ليس بمقتضى نص قانوني بل اتفاق تحت الطاولة، كما أشار إلى أنه تم ملاحقة أعضاء بالمكتب التنفيذي، وهناك من تم مطالبته بإرجاع أموال يصل مجموعها إلى 500,000 دينار، وهي عبارة عن جرايات تمتع بها دون أداء أي واجب. قام أعوان المراقبة الاقتصادية بسيدي بوزيد في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة ومراقبة ومتابعة مسالك توزيع المواد الأساسية المدعمة، وبالتحديد مادة الفرينة المدعمة المخصصة حصريا لصنع الخبز المدعم، وبالاشتراك مع أعوان فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني من حجز 97 قنطارا من الفرينة المدعمة حجزا فعليا لدى مخازن عشوائية بمعتمدية سيد علي بن عون، وذلك من أجل إخفاء واحتكار منتجات مدعمة والاتجار بها بطرق تخالف القرارات المتخذة في الغرض، حسب بلاغ صادر عن الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات. ووفق ذات المصدر تم تأمين الكمية المذكورة لدى صاحب مخبزة مصنفة بالجهة في انتظار استكمال إجراءات بيعها وتأمين قيمتها المالية بالخزينة العامة للدولة. كما قام فريق المراقبة الاقتصادية بحجز كميات كبيرة من الحليب المدعم بمعتمدية سيد علي بن عون حجزا فعليا لدى شركة مواد غذائية بالجملة من أجل الزيادة غير القانونية في الأسعار وعدم الاستظهار بفواتير الشراء عند أول طلب.